السلام عليكم. تالت مرة تقريبا، لسه هنقول سلام عليكم كتير. تعالوا نشوف الدار بتاعت النهاردة. يا مساء الفل عليكم يا أصدقائي الأعزاء، وحلقة جديدة من حلقات المشتريات. وإحنا خلاص بقى موسم المعرض، وإيه هتلاقوا بقى حلقات مشتريات كتير. فالمرة دي برضو واحدة من دور النشر اللي السنة دي ما كنتش متوقع هجيب كم الأعمال ده منهم، وشوية مشتريات على شوية إهداءات. فتعالوا نشوف إيه الحاجات اللي معانا السنة دي، ويلا نبدأ حلقتنا مع مشتريات معرض الكتاب من دار إبهار. وخلينا نبدأ حلقتنا. هقول لكم ايه الحاجات اللي اشتريناها وايه الحاجات اللي كانت اهداءات، نخليها في الاخر. خليه كده ايه الاهداءات كلها على جنب، وتعالوا نشوف ايه شنطة شنطة زي ما احنا متعودين. خلينا ننزل واحدة هنا على الارض ونبدأ معانا في اول شنطة. ادي اهم، وادي اول حاجة هنبدأ بيها، وهي العمل الجديد لأستاذة هبة عبد العزيز. العمل ده اسمه 13، وهي مجموعة قصصية من دار إبهار. هم 13 قصة قصيرة من أدب الرعب. فهي الكاتبة متميزة الحقيقة، وبتجرب كل مرة في شيء مختلف. المرة دي في المجموعة القصصية بتنتمي شوية للرعب، وعندنا ليها زي ما قلنا قبل كده، عندنا ليها روايتين سابقين. أول رواية هي أوراق دمية، وموجودة دلوقتي مع إبهار، اللي بتتكلم عن لغز غريب، لغز مخيف، حاجة حقيقية ليها علاقة بمصر والفراعنة. والرواية الجديدة اللي اتكلمنا عنها وعملنا عنها مراجعة، وهي رواية الضوء المعتم، اللي برضو تعتبر جزء أول، واللي برضو بتتكلم عن شيء حقيقي، شيء واقعي. الكاتبة دخلت تدور عليه وعملت لنا منه رواية ممتعة. بالنسبة لي الجزء الأول، مستني أشوف الجزء الثاني عشان يبقى الحكم جيد عليها. طبعا رواية لواحد من نجوم إبهار ومن نجوم المعرض الحقيقة، رواية جديدة للكاتب هيثم موسى، رواية بعنوان ميازمة لا يوجد ما يقال فلقد أفنى الموت الجميع. رواية في نوع من أنواع الرعب المختلف، رواية في أدب الأوبئة القوطية. وخلينا نقول ان هيثم موسى واحد من الكتاب الحقيقه اللي شاطرين، وبشوف شطارته في ان هو بيجرب كل مره روايه عن التانيه. خلاص ما اعتمدش ان هو مثلا سطع نجمه في نوع معين من انواع ادب الرعب، او في حته صغيره من حتت انواع الرعب وكمل فيها. لا، هو كل مره بيجرب شيء معين، مره رعب نفسي، مره اكتشاف لشيء معين، مره بيتكلم على حاجه تاريخيه كانت مهمه جدا. فكل مرة بيجرب منطقة معينة، وكل مرة بيثبت جدارته فيها. فدي الرواية الجديدة زي ما قلنا، ميازمة لهيثم موسى. عندنا بعد كده رواية صغيرة كده لسارة هاني بعنوان طباع الضباع، ودي اللي برضو شايف انها بتتكلم عن، اعتقد هي يعني جامعة ما بين ممكن الرعب او الجريمة. بنتكلم على حد بيعيش في المقابر، بيتكلم على شخصيته، بنتكلم هنشوف هيعمل ايه وهنعرف نحكم عليه ولا لأ. فدي برضو شكلها رواية هي صغيرة وممتعة، واعتقد ان احنا قريب ممكن نعمل سلسلة كده، بس مش عايز اقول لكم اسمها عشان الحاجات بقت بتتاخد مننا. فخلينا لو اول ما نبدأ السلسلة نقول لكم الاسم بتاعها. والرواية اللي معانا بعد كده هي رواية بعنوان معزوفة الوريث. هي بتتكلم عن حكاية خيالية فيها الجندي بيرجع جثة لموطنه الأصلي بعد ما أدى الأمانة بتاعته وأخلص العهد، وعمل كل شيء هو ممكن يعمله عشان يقدر يحافظ على أرضه. بس الأرض اتشبعت بدماغه، ونقاء المكان ده اختلف، وابتدوا يعيشوا في رحلة غريبة. أعتقد إن إحنا قدام قصة ملحمية، قصة هنشوف فيها قصة حب، قصة عن الوطن وحب الوطن والتضحية من أجل الوطن. حاسس جوها مختلف، حاسس جوها فيها نوع من أنواع الفانتازيا التاريخية ربما، وهنشوف فيها مواضيع كتيرة مختلفة. كمان الغلاف بتاعها مختلف، أعتقد رسم كمان، فشكله ملفت الصراحة ومنور كده عن باقي الأغلفة. الرواية اللي بعد كده هي رواية صغيرة شوية اسمها ملفت الحقيقة، اسمها عجوز في ال30، أحداث حقيقية. رواية تجنب تلك الأخطاء لباسم المهدي. الرواية دي الكاتب بيقول قد تجد نفسك واحد من أبطال تلك الرواية، أو قد تجد بنفسك أخطاء كنت على وشك ارتكابها في حياتك، ولكن ما أستطيع تأكيد لك أن في هذه الحياة ما هو أغرب من الأفلام التي تشاهدها والروايات التي تقرأها. فبطريقة أو بأخرى تلعب الصدفة دور محوريا في حياتك، وربما لعبت تلك الصدفة العديد من الأحداث في حياتك دون أن تدري، ولكن ستقرأ اليوم أحداثا من الواقع
والتي قد تتعلم منها درسا أو على الأقل قد ترى الحياة بعدها بشكل آخر، وتدرك حينها أن ما كنت تظن مجرد صدفة هو أكثر من ذلك، وأنك على موعد مع القدر. أعتقد إن إحنا قدام واحدة من الروايات اللي هتكون فيها رواية نقدر نقول عليها اجتماعية بشكل كبير، رواية بتتكلم عن خبرات كتيرة من خلال الشخصية اللي هنشوفها، فيها تفاصيل كتيرة أعتقد إنها تكون مختلفة. بعد كده عندنا رواية حجمها كبير شوية، اتحمست ليها من خلال قراءة النبذة، هي رواية التركة اللي هي دكتور منتصر علام. الرواية اللي بتتكلم أو بتتحكي في قرية من قرى الدلتا بيموت فيها الجد الكبير صاحب البيت والأرض، ومن هنا بقى بيحصل الصراع أو بيحصل المشكلة إن زوجة أحد الولدين دول بتحاول إنها تسيطر على كل حاجة، وهي شخصية اسمها شخصية جميلة، أو الشخصية دي اسمها جميلة. بنشوف بقى الصراع، وبنشوف مع تتابع الاجيال ايه اللي هيحصل، وان الغل والحقد هيفضل متوارث ما بين يعني الاخوات دول، او بقى الولاد الاخوات دول. على العكس بتظهر جميله تانية اكتر شر من الجده الكبيره، وبنشوف ايه كميه الجرائم اللي هي بتعملها من اجل تحقيق غرض في نفسها، وربما هو الطمع. فبنشوف الطمع ده هيوصلها لايه، وهل هتحصل معجزه ما، او هيجي شخص ما هيقدر يخلصنا من كل ده، او هيكشف كل الجرائم دي في الرواية اللي أعتقد إنها هتكون ممتعة ومختلفة بشكل كبير. بعد كده عندنا مجموعة قصصية لفتتني جدا، شكل الغلاف والاسم وكل حاجة فيها الصراحة. هي مجموعة قصصية بعنوان قمر منتصف الطريق لآية رفعت. يعني شايف الكلام اللي عن النبذة لطيف، وحاسس ان احنا هنكون قدام مجموعة قصصية ممتعة الحقيقة، من الحاجات اللي بقيت مهتم بيها مؤخرا زي ما انتم عارفين، واتكلمنا كتير بقى يعني الحمد لله. مش بقول لكم انا مهتم بيها وخلاص، لا انا فعلا بقينا بنقرا مجموعات قصصية وبقينا بنتكلم عليها بشكل كبير. يمكن كان من سنتين فاتوا، والسنة اللي فاتت كان ظهور المجموعات القصصية معانا كان قوي، فحبيت اخوض تجربة في تجارب المجموعات القصصية. مستنى احنا لسه ما خلصناش، احنا في شنطة تاني معانا. الشنطة التانية اللي معانا خلينا نبدأها من هنا. وأخيرا نهاية الثلاثية الأقوى من أقوى السلاسل في دار إبهار، وهي ثلاثية الفتى الفهد، الجزء الأخير بعنوان عهد الظلام للكاتب أحمد عبد القادر. أخيرا هنقدر نقرأ الثلاثية على طول كده مع بعض عشان الأحداث ما تبعدش عننا. تاني حاجة هو كتاب كليلة ودمنة. كلنا عارفين حكاية كتاب كليلة ودمنة، وإن هي بتبقى قصص على ألسنة الطير والحيوانات، حكايات مليانة نوع من أنواع التسلية، وفيها أكيد عظة و أشياء كتيرة بنتعلم منها. يمكن إحنا اتربينا عليها، وكان أهالينا يعني بيقولوا لنا قصص كليلة ودمنة، واتعملت منها أو طلع منها تفرعات كتيرة بنفس الفكرة أو بنفس الحكايات، لحد أعتقد الجيل الجديد دلوقتي بقى فيه حتى الرسوم المتحركة مثلا اللي بيتفرجوا عليها أو الكرتون، بقى فيه حاجات فعلا كل الكلام أو كل الحكايات بتكون ما بين الحيوانات وبعضها، ومن خلالها بنطلع بفكرة أو بحدوتة أو بشيء يتعلمه الأطفال. فالكتاب ده من الكتب القديمة المهمة جدا جدا جدا. بعد كده عندنا رواية أعتقد إنها ممتعة، رواية اسمها قصر علياء للكاتب مازن صفوت. رواية اللي بتتكلم شكلها عن النفس وعن تحديات النفس، وايه اللي الواحد ممكن يواجهه مع نفسه هو، وازاي هو جواه ممكن يبقى الخير والشر، وايه اللي فيهم بيقدر يسيطر على التاني. بتتكلم على المسافة ما بين الحاجتين دول، وبتتكلم كمان على التوازن ما بين القلب والعقل ممكن يعمل ايه. كل ده من خلال علياء. وهل علياء هتقدر انها في رحلتها الطويلة جوه الرواية تكتشف جوهرها، ولا هتفضل دايما عندها الصراع ده ما بين الامرين دول، وما بين الموازنة ما بين عقلها وقلبها؟ حاجة الصراحة لفتاني عايز اقولها، بس اقولها لكم في اخر الحلقة، عن الخط الجديد لدار ابهار. بعد كده عندنا رواية قصيرة شوية، هي رواية بعنوان صفقة أخيرة للكاتب أحمد صابر حسين. بيتكلم على القصة المعتادة، إن الواحد ممكن يحصل له أمور كتيرة، حاجات بتيجي في آخر لحظة ممكن هيعمل فيها إيه. رواية بتتكلم على الإنترنت ومشاكل الإنترنت والحاجات اللي بنواجهها دلوقتي من الإنترنت، بما فيه الجزء الخفي من الإنترنت وإيه اللي ممكن يورطنا فيه. أعتقد رواية صغيرة ممتعة، ممكن من الحاجات اللي فعلا أبدأ أقرأها لأنها حجمها صغير، ومتحمس كمان، حمسني قوي الكلام عنها من ورا. بحب الحاجات اللي بتبقى جديدة وعصرية شوية، وبنحاول بيها نطلع بره الصندوق.
بعد كده عندنا رواية اسمها عطر الملوك لندى عماد دسوقي. الرواية اللي حاسس من النبذة بتاعتها واللي فاهمه كده أو حاسس جواها، هي جواها شكله كده بيتكلم في شيء فانتازيا باين من الغلاف. أعتقد إن احنا شايفين الرسمة اللي ورا دي بشكل العنقاء ظهر منها البنت، والبنت فيه زي مكان بتخشه. فأعتقد إن احنا قدام حاجة فيها نوع من أنواع الفانتازيا أو نمط الفانتازيا في حجم صغير، فمتحمس أشوف العالم ده هيكون مكتوب إزاي وقدرت ندى تصيغه بشكل عامل إزاي. آخر رواية واللي أعتقد ويعني بتنتمي لأدب الرعب، وهي رواية قصر المساكين لندى فيصل، اللي بتتكلم عن أدهم اللي مرة واحدة بيتخض على صاحبه حازم، اللي بيقول إن هو فعلا ممكن يكون على كلام عادل إن هو هيكون الضحية التانية للبيت المسكون. وعادل إيه المشكلة اللي معاه؟ وأدهم هل الجن لبسه لما دخل القصر؟ أسئلة كتيرة، والحقيقة أو الحكاية هتكون صادمة بشكل كبير. دي كانت الحاجات. وخلينا برضو لسه معانا 4 أعمال من دار إبهار، ودول كانوا إهداءات من الكتاب. أولهم يمكن أحمد متولي، قصص لم تنتهي بعد، ودي للكاتب أحمد متولي. واحدة من الحاجات اللي قرأتها بشكل سريع نظرا لحجمها الصغير، واللي هكلمكم عنها قريب جدا خلال يعني النهاردة أو بكرة على حسب الفيديو ده هينزل إمتى، أو ممكن يكون المراجعة نفسها السريعة بتاعت الرواية دي نزلت فشوفوها. كمان عندنا برضو دي من الحاجات اللي الكاتبة أهدتها لي وتوقيعها أهو، دي دكتورة إسراء محمد عبد الوهاب، رواية بعنوان لعنة سدرة. هي نوع نقدر نقول عليها ديستوبيا مستقبلية أو فانتازيا مستقبلية، بتتكلم على كل أحداث التاريخ بتاعتها، بنتكلم من عام 2050 لعام 2035. فإحنا بنتكلم في الحقبة الزمنية دي، وبنتكلم عن شاب عنده نوع من أنواع العبقرية هتخليه يخترع نوع من أنواع آلات الزمن يقدر بيها يروح المستقبل أو يرجع للماضي، يرجع لذكرى معينة. بس هنشوف هل التجربة دي هتنجح ولا لأ، وهل ايه علاقة سدرة وايه اللعنة اللي هتعملها سدرة في الفتى ده، وليه بالتحديد التاريخين دول، وايه اللي حصل في التاريخ القديم اللي حفز المهندس ده ان هو يرجع للوقت ده، وهل هيقدر يرجع تاني لزمنه في المستقبل اللي هو 2050 ولا لأ. واحدة من اعتقد الفانتازيا الصغيرة، عايز اقول لكم ان انا فعلا فتحتها وقرأتها، هي حوالي 120 صفحة، انا قرأت منها في اول قعدة 60 صفحة، فاستنوا برضو هنتكلم عنها قريب جدا. بعد كده عندنا رواية للكاتب لؤي عبد الرحمن، وهي بعنوان أوديسي دماء ونبيذ. لؤي بيعمل روائي ومدون وصانع محتوى فيديو على اليوتيوب، فيعني اعتقد زميل، وهو عامل روايه اعتقد ده الجزء الاول منها زي ما هو مكتوب هنا في البدايه. فاعتقد ان احنا قدام سلسله مختلفه، سلسله ممكن نكون بنتكلم فيها على فكره الالهه واللي هم الاساطير يعني اليونانيه او ايا كان نوع الاساطير، والدمج ما بين الفانتازيا وممكن اعتقد شايف هنا في حاجات ليها علاقه بالرعب والشياطين. فاعتقد ان احنا هنكون قدام عالم ملحمي مختلف الحقيقه. واخيرا الجزء الثالث من سلسله عالم بلا شمس، يمكن كنا هنا رشحناها وكان الكاتب اهدالي برضو الجزئين الاولانيين واهداني الجزء الثالث. انا بالفعل كنت بدات في الجزء الاول وكنت اتكلمت معاه عن الموضوع ده، فهو اهداني الجزء الثالث. فاعتقد يعني هكمل قرايه وهنقرا ان شاء الله نوصل للجزء الثالث قبل معرض الكتاب، ما وصلناهوش يبقى احنا ايه لسه الاحداث في دماغنا لحد ما الكاتب يحن علينا بالجزء الرابع ان شاء الله السنه اللي جايه. فمتحمس ليها ومبسوط جدا بالاهداء ده وعايز اشكره عليه. كنت عايز اقول لكم على حاجه لفتاني فعلا في دار ابهار السنه دي، وهي ان ابتدى او بقالهم فتره بيحاولوا يعملوا التنوع، مش بس زي ما ظهروا اول مره على الساحه وكانوا متبنيين فكره ادب الفانتازيا بقوه، لا هما ابتدوا يحصل عندهم تنوع مهم جدا وتنوع كبير في الاصدارات. يعني انت هنا هتلاقي فيه روايات اجتماعيه، روايات مبنيه على احداث حقيقيه، كلها نوع من انواع الروايات الواقعيه الحقيقيه. عندنا كمان روايات رعب، عندنا روايات مختلفة عن الفانتازيا برضو مش كتيرة لكن بأشكال مختلفة. عندنا النجوم الخاصين بدار إبهار ما زالوا متواجدين معاهم وما زالوا بيعملوا إصدارات مختلفة قوية الحقيقة. عندنا كمان مجموعات قصصية، عندنا كمان لما عملت زيارة للدار شايف عندهم
بيعيدوا نشر اصدارات كتيره، زي مثلا كان في المجموعه الكامله لتيمور محمود، كان في عندنا اعمال طه حسين، كان في عندنا اعمال عباس العقاد، وكلهم اعتقد باسعار قليله جدا تحت ال 100 جنيه. عندهم كذا رف تحت ال 60 جنيه او ب 60 جنيه. فاعتقد محتاجين تزوروا دار ابهار، عندهم اعمال كتيره مميزه، عندهم كمان كتب قيمه وكتب مهمه عملوا لها اعاده نشر. فاعتقد لما تعملوا لهم زياره هتكتشفوا ده بنفسكم. ودي كانت المجموعه الاولانيه من دار ابهار. ويمكن بعد ما شفت معاكم كده، انا فاكر ان كان في روايتين كنت حاططهم معايا، بس شكلي كده نسيتهم او نسيت احاسب عليهم او ما خدتهمش. هرجع تاني ان شاء الله في الزياره التانيه، بس خليني اقول لكم عليهم. هم سرداب نتيرو والشرفه الخلفيه، الاثنين للكاتبه ايمان مرزوق. يمكن انا كلمتكم عن سرداب نتيرو دي وقلت لكم في حلقه الترشيحات او في حلقه التغطيه انها واحده من الروايات اللي فاتتني فعلا في دار النشر. فخليني ان شاء الله في الزياره الثانيه ان شاء الله نجيبها، واعتقد هنتكلم عنها برضو بشكل كويس، لان برضو الروايه لفتاني الحقيقه. دي كانت مشترياتي وكانت زيارتي الاولى لدار ابهار. خليكم معانا وتابعوا حلقات المشتريات دايما، لسه في حلقات كتيره جايه، لسه في الحلقه المجمعه وحلقات تانية. فقولوا لي بقى تحت في التعليقات اشتريتوا ايه من دار ابهار، ناويين تلحقوا تجيبوا ايه من الحاجات اللي قلت لكم عنها ان انتم تلحقوا تروحوا دار ابهار وتجيبوها بنفسكم. قولوا لي تحت في التعليقات، اشوفكم على خير. سلام.